والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الطالبة مسعود حفصة من قسم التميز لأكاديمية الإتقان للقراءات وعلوم القرآن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان موضوعنا اليوم: اللذة تزول والإثم يبقى. هل توقفت لحظة تسأل نفسك إذا تلذذت في الإثم فإن اللذة تزول والإثم يبقى، وإذا تعبت في البر فإن التعب يزول والبر يبقى. فيا ترى أين أجد لذتي؟ هذا ما سنتعرف عليه. يقول أحدهم: ليس عارا على الإنسان أن يسقط أمام الألم، ولكن العار أن ينهار أمام اللذة. سئل أحد السلف عن أجمل حكمة قرأها في حياته فقال: لقد قرأت لأكثر من 70 عاما فما وجدت حكمة أجمل من تلك التي رواها ابن الجوزي، حيث يقول: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. ومعنى هذا القول أن اللذائذ تفنى ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. فتذكر دوما أن ليس هناك لذة تعدل لذة الانتصار على الذات أمام مغريات الحياة. واعلم أن لكل امرئ لذته، فلذة العابدين في المناجاة، ولذة العلماء في التفكر، ولذة المصلحين في الهداية، ولذة الضالين في الإغواء والإفساد. فاللذة التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب، ولا شرف النسب، ولا علو المناصب، وإنما هي البصمة الخيرة التي تترك أثرا خالدا، وهي العمل الذي تعمله دون رياء. هي إضافة ترضي الله في أي مجال من مجالات الحياة. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.